السلام عليكم. مش كل القلوب بتشبه بعض وبلاش نعلي سقف التوقعات. بتهيألي دي هتكون من الحلقات القريبة قوي لقلبي، لأني حقيقي أوقات بعلي سقف التوقعات قوي في أي حد قدامي. يمكن أكتر وجع بنحسه مش من اللي الناس عملته، لكن من اللي كنا مستنيينه وما حصلش. صح ولا لأ؟ مش كل القلوب زي بعض، مش كل الناس عندها نفس السعة ولا نفس القدرة على الفهم ولا نفس القدرة في التعبير عن الحب. في قلوب اتعلمت تكتم وقلوب اتعلمت تدي وقلوب لسه تايهة مش راسيالها على بر، مش فاهمة نفسها أصلا. احنا ساعات بنطلب من الناس حاجات هم نفسهم مش عارفين يدوها لنفسهم. صح ولا لأ برضو؟ ليه بنعلي سقف التوقعات؟ عمرك سألتي نفسك السؤال ده؟ احنا بنعلي السقف لأننا صادقين زيادة، لأننا لما نحس بنحس بعمق، ولأننا بنفتكر ايه بقى يا سنبلة؟ بنفتكر ان اللي جوانا مش موجود آه، غير عندنا، فعايزينه من غيرنا بنستناه. احنا بنستنى ايه بقى؟ احنا بنستنى نفس الاهتمام، نفس اللهفة ونفس الحرص، وبننسى ان كل واحد بيحب وبيحس بس بطريقته هو. علشان كده احنا مختلفين. خليني اخدك لحتة وهسميها الوجع الهادي. في وجع هادي، وجع مش بيعمل صوت، بيجي على هيئة ايه بقى فجأة كده مرة واحدة؟ احباط، فتور، انسحاب. تحسي انك مش عايزة تتكلمي ولا تعاتبي ولا حتى تشرحي. وده مش ضعف، دي مرحلة انك بتفهمي فيها، وخليكي فيها شوية. افهمي وما تستعجليش نفسك. وعمرك سألتي نفسك الفرق بين التوقع والاحتياج هو ايه؟ في فرق كبير بين إني أحتاج وإني أتوقع. الاحتياج اعتراف أنا محتاجة ده فعايزاه، إنما التوقع ده فرض، أنا بفرض على اللي قدامي حاجة هي أصلا مش في دماغه ومش هيدهاني، فأنا هحس بإيه بقى؟ بالخذلان وبالوجع وبكل حاجة صعبة ممكن أحسها، علشان بس على سقف التوقعات. لما بنفترض على الناس أو بنفرض على الناس إنهم يحسوا زينا، إحنا بنخسرهم. لا، مش إحنا مش بنخسرهم، بس إحنا بنخسر نفسنا قبل ما بنخسرهم. الأهدى والأحسن والعقل بيقول لنا اطلبي، اطلبي وشوفي الاستجابة من الشخص اللي قدامك هتكون إيه. العلاقات من غير قسوة. إحنا بندخل في علاقات علشان رزق. العلاقات رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنضم في دايرة علاقاتنا وبندعي دايما ان ربنا يرزقنا الصحبة الصالحة، علشان الصحبة الصالحة دي هتخفف من علينا حمل الأيام والتفكير وكل حاجة زي ما انتوا عايزين تقولوها قولوا. بلاش قسوة على الناس، وبرضه بلاش قسوة على نفسك. اللي بيقدر يدي 10 اوعي تطلبي منه يدي 100. واللي يوجعك وجوده مش لازم غيابه يكون خسارة. أوقات كتير ربنا سبحانه وتعالى بيشيل من دايرتنا ناس هو أعلى وأعلم كانوا هيعملوا إيه فينا بعد كده. فهو لما شخص أو أشخاص يتشالوا من دايرتك ما تزعليش، قولي الحمد لله ربنا أعلى وأعلم. هو ده حصل ليه؟ عايزة أقول كمان إن مش كل انسحاب وهروب، أحيانا لما بتنسحبي ده بيكون حماية ليكي. خلاص مثلا جبتي اخرك في شخص، حاولتي كذا مرة ومش لاقية اي نتيجة، خلاص حماية ليكي. راحة البال احلى حاجة في الدنيا. راحة البال، راحة البال مش في ان الناس تتغير، راحة البال في انك تغيري زاوية نظرك. خليني كده كأني جبت راسك ورحت ايه خدتك شوية كده كام درجة، خليتك تشوفي الصورة بشكل من زاوية مختلفة. بتشوفي الشخص على حقيقته مش على أملك فيه. ركزي جدا على الجملة دي. شوفي الشخص اللي قدامك على حقيقته مش على أملك فيه، وافتكري هو عمل ايه علشانك، ريح قلبك، جبر بخاطرك. أي حاجة حطيها وافتكريها
وما تنسيش أبدا أبدا أي حاجة مهما كانت صغيرة. ساعتها القرار بيكون أوضح وأخف على القلب. حاجة أخيرة قبل ما أسيبك، عايزة أقولك بلاش نعلي سقف التوقعات، مش لأن الناس قليلة، لكن لأن قلوبنا تستاهل تعيش في سلام. انتي نفسك يا جميلة تستاهلي كل يوم تعيشي في سلام ومش تحت ضغط أبدا. واسألي نفسك بعد الحلقة دي، أنا محتاجة أفهم مين؟ الشخص اللي قدامي ولا محتاجة أفهم نفسي الأول؟ وأشوفك في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.